مساء الخير، مساء الورد والياسمين، مساء العسل، مساء السعادة. الله يحفظكم ويحفظ والديكم ويرحم موتاكم ويحفظ شيوخنا وشعبنا المقيمين بكل الدول العربية والإسلامية والخليجية. هذه الدعوة دائما الإنسان يقولها عشان يحافظ على طيبة قلبه وصفاء قلبه، والله يصفي قلوبكم كلكم ويفك ربتكم إن شاء الله. اليوم بنسوي سمك السبريم. أنت شو تسميه بديرتك كيفك. سمك السبريم أنا أنظفه من برا وأطلع خياشيمه، وبطنه ما اطلعها برا لانه سمك فيه شحم. هذا الشحم والزيت اللي فيه فايده. انت ما تحب هالسمك سوي لي السمك اللي تبيه. هذا سمك نهري او مزارع. التركي يجيك نهري والمزارع يتربى تربيه، واهم شيء التربيه. طبعا بنجيب السمكه اهم شيء وبنشرحها كذي خفيف. ليش؟ تستوي بسرعه وبنفس الوقت التتبيله تتداخل بينها. شوف الحين كيف نظف من برا خياشيمه، بطنه شحمه بخليه داخله. انت كيوت نظف بطنه. الخلطه اللي بنسويها حق السمك: فنجان قهوه كبير، عصير فنجان قهوه كبير، عصير ليمون فريش. تحبه يكون نكهه سويتيه حط كاتشب، اي نوع كاتشب عندك. تقريبا فنجان قهوه كبير. ملعقه طعام ملح، نص ملعقه طعام فلفل اسود مطحون، ملعقه طعام بهار مشكل، اي نوع بهار مشكل عندك، نص ملعقه طعام كركم مطحون. هني عندنا ملعقه طعام ليمون اسود مطحون. طبعا هاي التسبيكه او الخلطه بنسويها بنكي فيها العيش المشخور اللي بنسويه. هني عندك تقريبا ملعقه كبيره ثوم مطحون او مدقوق. ثوم يعطي نكهه وايد جميله. ما تحب الثوم لا تحط ثوم. حرك ادمج كل شيء مع بعض. شوف بنشوف الملح حلو. ليش؟ الليمون الاسود المطحون نعطيه بعد نكهه والليمون. وهذا ورق زبده منقوع بالماء. يفضل ان ورق الزبده تخليه منقوع بالماء كيفك، بس انا احميه حسب السمك ما يحترق من تحت. الحين بنجيب تتبيله وبنمسح فيها السمك. شوف دخل التتبيله بين الفتحات. عندك هني خياشيم، وحلو انك تتبل السمكه وتخليها ساعتين ثلاث، ولكن انا مستعجل بسويها بسرعه. شوف التتبيله. بنسوي الثانيه والثالثه والرابعه. وزع السمك. قلت انا اذا عندك وقت حطه يتبل ساعتين ثلاث، ولكن انا مستعجل. وزع السمك اهم شيء كذي. الحين بنسوي الحمسه او الكشنه اللي بنحطها قاع جدر العيش. خلينا السمك هني يكمل 10 دقائق لين ما نسبك عدل البصل قاع الجدر اللي بنسوي فيه العيش المشهور. يعني يبي له 10 دقائق بيتبل عدل، وبعدين بنحطه بالفرن. اليوم سالفه هذه. بنحط شويه زيت. نحط الحين شرايح بصل، شرايح متوسطه، بنار عاليه. ورق كاري، حط اي بطيب عندك. انا بحط ورق كاري. شوف كيف. عندك زعتر، عندك كزبره، حط المطيب اللي انت تبيه. عاليه عاليه. بنحرك وندمج كل شيء مع بعض. نار عاليه. حرك 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 وسكر الجدر 5 دقائق على نار عاليه. 3 دقائق وحرك علشان البصل يتحمر كله مع بعض. شوف ريحه الكاري، ورق الكاري عجبني. الحين شوف قرب هكذا كذي. بنحط عليه الطماط والكلمنتين او السنطره او البرتقال. بنضيف عليه حبتين طماط. تبي تسوي شرايح حلقات كيفك، انا قطعتها مكعبات. كل شيء مع بعض ونار عاليه.
الحين بسلق العيش. بحط الماي، نص فنجان قهوه، زيت ذره، زيت زيتون اللي تبيه. بنحط ملح، حط الكميه اللي تبيها. هني عندنا عيش بسمتي، اي نوع بسمتي، انا استخدم جواتم او محمود او الكاس. مغسول بنقوع بالماء البارد لمده ساعه. وبنزله على ماء بارد على اساس يكمل 10 دقائق لين ما يغلي الماء، و30 دقيقه يكون منقوع 40 دقيقه. وبنزل عيشنا المنقوع ونسلقه نص مسلوق نص مستوي، والنعمه زواله. نزل كل حبه رز، لا تتعالى عننا. عندنا تسبيكتنا اللي بنحطها قاع الجدر حق العيش. بنحط الصوص الباقي من السمك، صوص في نكهه الليمون او في نكهه الليمون الاسود والبهار والكركم، وبنعطيها على نار عاليه لمده 10 دقائق، وبعدين نسكر لين ما يخلص عيشنا. شوف حرك كل شيء مع بعض. 10 دقائق وبعدين نسكر على النار لين ما يستوي نص مسلوق العيش. بنكمل 10 دقائق ربع ساعه متبل. بنشغل الفرن اللي تحت وبنحط الصينيه في النص. اذا عندك الطباخ او الفرن اللي فيه دوران، شغل اللي تحت واحسب له 35 40 دقيقه. تبي نص ولدن حطه 25 دقيقه، كيفك انت شو تبي سوي. انا بحطه 40 دقيقه. شغل اللي تحت، الصينيه في النص، فوق مسكره. الحين كمل 10 دقائق. جرب الحركه الأبها دلوقتي، الحركه الأبها. عندك برتقال، عندك كلمنتينه، عندك سنطره، كيفك. اهم شيء نوع سويت. شوف كيف بكشوره صففها كذي. يوم نسلق العيش بنحط العيش فوقه، يعطي نكهه جميله. بتسالني بتقولي حمد سويتها قبل؟ والله اول مره اسويها، بس ان شاء الله تضبط. مو مشان شيء، مشان صحتكم يا غوالي. يقول انا ما احب البرتقال، حط قشور ليمون. شوف هذا ين الافريقي سويتي. بسكر عليه وبحطها 10 دقائق على نار عاليه. تنزل مايه اليوستفندي او البرتقال او الليمون اللي بتحطه انت. الحين اليوستفندي او البرتقال او الليمون تحطه بينزل ماي بالبخار. يعني الحين كمل 5 دقائق، باقي له 5 دقائق واسكر على النار واشتغل على العيش نص مستوي. بعدين بتشبه فوقه وبنحط قطع الزبده وتخليه 15 20 دقيقه بين النار الصغيره والشمعه، او بين الشمعه والصغيره، شو اللي تبي. هذا عيشنا نص مستوي. الحين بنسكر على النار وبنجيب تسبيكتنا اللي بنحطها في قاع الجدر. هاي تسبيكتنا. نشوف العيش نص مستوي. نصف العيش بنحطه فوق التسبيكه. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل باقي العيش، حطينا الماي، قطعة زبدة، وزعها بين العيش. حط الكمية اللي تبيها. نسكر على القدر. نار بين الصغيرة والمتوسطة ربع ساعة 20 دقيقة على حسب الطباخة اللي عندك في البيت، أو البوتاجاز على قول إخواننا المصريين. أهم شيء تكتم البخار عدل، يعني لا تخلي الجدر يطلع بخار برا. بنحطه بالحافظات. نصب الصوص فوق السمك. الرحمن الرحيم. عشان نثري بنسوي نفس حركة المجذوبة. مغرفة عيش. بسم الله الرحمن الرحيم. نثري. هذا عيشنا. بسم الله. عجبني. نثري. الله يسعدكم ويفرحكم.